هو كتالوج مصطفى شعبان كل رمضان؟ يا باشا هي ما دقت على الراس طبول، عشان كده تلاقيني مش هايب اللي بيحصل. الفنان المصري مصطفى شعبان اتعودنا انه يكون معانا كل رمضان بمسلسل، لكن النقطه هنا ان مصطفى شعبان ليه كتالوج بيطبقه كل مسلسل في رمضان. نبدا مثلا بالكوميديا، ورغم ان شخصيه زين في بابا المجال بيواجه اتهام ان هو سفاح والقضيه فيها اعدام، لكن الحس الكوميدي موجود حتى في اصعب المشاهد، وده ظهر لما البنت حاولت تدخل تقتله وتحول المشهد بالكامل من اثاره وتشويق الى كوميديا. تاني نقطه الشهامه والجدعنه، وده دايما بيظهر في الشخصيات اللي بيمثلها مصطفى شعبان. يعني مثلا الشهامه ظهرت في بابا المجال لما ساعد الشرطه في القبض على واحد سرق عربيه. تالت حاجه بقى كل البنات بتحبه زي ما شفنا في الزوجه الرابعه، وكمان في دكتور امراض نسا، وكمان زين في بابا المجال بيحب جميله، لكن في بنت تانية في الحاره بتحبه، ده غير بنت عمته اللي معجبه بيه. وما تنسوش ناهيه اللي كمان شكلها هتحبه. وكمان برضو مش عايزين ننسى الجمل المكرره لمصطفى شعبان كل مسلسل اللي دايما بتعلق مع الناس. اخر حاجه بقى علاقته دايما بامه اللي دايما بيظهر لنا ان هي السند ليه، وان هو بيحبها وما بيرفضلهاش اي طلب. فانت بقى بتشوف المسلسل ده ولا لا، وايه رايك فيه؟